ازاي تشتري الالماس كأنك خبير؟ في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الالماس. في الاول كده انا ما بحبش وما بفضلش تشتري حجارة مفتوحة او من غير الشهادة بتاعتها. انا بفضل دايما تشتري حجارة بشهادة معتمدة سواء من HRD او GIA، والشهادة دي بيكون فيها خصائص لازم تركز فيها كويس وانت بتشتري، والخصائص دي احنا بنسميها الفور سيز لانهم 4 حاجات بيبتدوا بحرف السي، وهما الكارت، الكالر، الكلاريتي، والكات. نبتدي بأول حاجة وهي الكارت، وده وزن الحجر، وهنا انت براحتك تشتري المقاس المناسب ليك وهتلاقيها في الشهادة موجودة تاني سطر من فوق. تاني حاجة معانا في الشهادة او في الفور سيز هي الكالر، والكالر ده هو لون الحجارة، واعلى كالر جريد موجود هو الدي. ما تشتريش اقل من كالر اتش لان اقل من كده بيبقى الحجر اصفر وباين جدا. نخش على تالت حاجة وهي الكلاريتي. الكلاريتي أعلى حاجة فيها VVS1، بعد كده VVS2، ثم VS1 وVS2، ودي أقل حاجة تقدر تشتريها الVS2 لأن الكلاريتي الأقل من الVS2 بتبقى صعب جدا في إعادة البيع لأن الحجر بيبقى باين عليه إن في مشاكل. نخش على آخر حاجة وأهم حاجة بالنسبة لي وهي الكات، لأن الكات ده للي الناس ما تعرفوش ده اللي بيتحكم في انعكاس الضوء جوه الحجر، فكل ما كان الكات دي ايديال كل ما كان الحجر منور اكتر، والجريدز بتاعته بتبتدي من 3 اكسلنت، واقل حاجه نقدر نشتريها 3 فيري جود، اقل من كده برضو ما انصحكش. وبس كده، لو عايزين تعرفوا اي معلومات تانية عن الدايموندز اكتبوا لنا في الكومنتس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.